بدون شوربه هنعمل احلى بشاميل بطعم وريحه الشوربه بالظبط. عايزه اقول لكم ان معلقه واحده خلت طعم المكرونه كانك سلقاها في شوربه زي ما عملت لكم فيديو ليها بالظبط. نقول كده بسم الله، وعشان نعمل احلى بشاميل خطير نقول كده بسم الله. بجيب حله على النار، بحط فيها كميه من الميه على حسب كميه المكرونه بتاعتك، وبعد كده اول ما بتخش في الغليان بضيف المكرونه فيها، وبحط معلقه من الملح ومعلقه من اللي قلت لكم عليها اللي هي المرقه الفوريه. هسيبها تغلي لحد لما المكرونه تستوي 3/4 سوا. بعد كده ببتدي ناخد من ميه المكرونه، لان احنا هنعمل بيها احلى بشاميل كانك عاملاها في شوربه لحمه او في بط او فراخ كمان. اول ما بتخش المكرونه في 3/4 سوا ببتدي انا اصفيها واخد كميه الميه دي عشان هقول لكم هنعمل بيها ايه. بحضر بقى الحشوه طاسه على النار فيها ربع كوبايه من الزيت. ببتدي ان انا احط تقريبا كيلو الا ربع من السجق، قطعته بالمقص كده قطع صغيره واديته صدمه. بعد كده جبت 3-4 بصلات كده فرمتهم عندي في الكبه واديتهم صدمه معاها. اول ما لونها يصفر معايا او ذهبي يبقى لونه ذهبي ببتدي ان انا انزل توم باودر، بصل باودر، بابريكا، توابل فراخ، توابل لحمه عفوا، وبديها تقليبه وبحط معلقتين من الصلصه واسيبها تتسبك معايا. البشاميل اللي حطيت عليه جبت كده اللبن، جبت لتر من الحليب وحطيت عليه الشوربه او الميه اللي شلتها من ميه المكرونه، وضفت 6 معالق كبار من الدقيق، وابتدي ان انا اقلبهم على نار متوسطه لحد ما البشاميل يتقل معايا. جبت الطاسه بتاعتي زي ما انا قلت لكم انا عامله صينيه كبيره 40 في 40. حطيت نص المكرونه من تحت كده بعد ما دهنت الصينيه كويس جدا من الزيت. ابتديت ان انا احط نص المكرونه، وبعد كده كانت اللحمه او الحشوه بتاعتي ممكن تعمليها بالفراخ زي ما انت حابه او باللحمه المفرومه. ابتديت ان انا احط الحشوه في النص زي ما انتم شايفين كده، بس بوزعها كلها، وبحط كده كبشتين من البشاميل بعد ما استوى معايا ويبقى معايا ولا خفيف قوي ولا تقيل. وبعد كده بضيف نص كميه المكرونه الباقيه، وبضيف بقى واسويها كويس في الصينيه، وبضيف بقيه البشاميل بتاعي في الصينيه كلها، بدخلها على الرف اللي من تحت. اول ما بتاخد لون حروف من الحروف كده ببتدي نولع عليها الشوايه علشان تبقى لونها دهبي. بدخلها الفرن. انا اول ما طلعتها من الفرن سبتها تبرد وبعد كده قطعتها. المفروض اول ما بتطلع بتتقطع، وكانت كريميه جدا وكان البشاميل فيها كان تحفه وكريمي، بس سبتها لما بردت تماما وبعد كده صورت وقطعتها كده طلعت الخرطه بخرطتها، وكان طعمها وريحتها تجنن. المكرونيه كده تحسي ان هي شوربه كده بتاعت بط او فراخ. جربوها تعجبكم جدا.